احنا سعداء بيهم جدا جدا، وهم سعداء معانا باليوم الجميل ده. فنحيي بعد اذنكم برنامج عز الشباب نقدم روتانا مصريه. احنا عايزين نعرف رايكم وراي حضراتكم في البرنامج، عايزين نعرف ايه اللي بيعجبكم وايه اللي ما بيعجبكمش، حتى لو ما بتتفرجوش على البرنامج، ولو بتتفرجوا على البرنامج ملاحظاتكم عليه، شايفين قد ايه بيعكس وجهه نظركم او ما بيعكسهاش، حتى لو الموضوع في بينا اختلاف لازم نسمعه. ده اللي مخلينا بصراحه النهارده حريصين جدا ان احنا نكون موجودين من بدري وقاعدين منتظرين ان احنا نشوفكم، احنا اللي مستنيين ان احنا نشوفكم. احنا النهارده حاسين رغم ان احنا ضيوف ولكن ضيوف جايين يعرفوا رايكم فينا. بشكر كرو البرنامج كله. احنا احلى حاجه عندنا في البرنامج بننجحها البرنامج ومخلينا ناجحين دايما ومتشافين ان احنا كلنا صحاب بنتعامل بصداقه اكتر من شغل، وبنخاف كلنا على شغلنا وكلنا بنحب شغلنا، وده نتيجته بتبان يوم بعد يوم وبنعلى يوم بعد يوم، بنتشاف بيوم بعد يوم، والدليل احنا موجودين دلوقتي معاكم. عايزين نتكلم بقى او ناخد كلمه من مذيعين عز الشباب ونشوف تجربتهم في البرنامج كانت عامله ازاي. مبسوطين جدا ان احنا نكون موجودين معاكم يا شباب. شباب كتير منكم حماسي، كتير منكم عنده طموحات كبيره جدا، فان شاء الله تقدروا تحققوها سواء في المجال اللي انتم بتدرسوه او في المجال اللي انتم عايزين تدرسوه بعد كده، لان الحياه كلها كبيره جدا. اسعد حاجات اللي احنا بنعملها في عز الشباب ان احنا دايما بنكون معاكم. احنا مش جايين ان احنا النهارده كمذيعين، احنا جايين النهارده ان احنا ناس منكم، ناس اصحابكم اخواتكم. احنا دايما بنقول احنا حتى في البرنامج احنا مش مذيعين، احنا طالعين زينا زيكم بالظبط. فحتى لما بنيجي نسمع الاراء احنا مش بس بنسمع الاراء وخلاص، احنا بنسمع الاراء اللي احنا عايزين نوجهها للناس، عايزين نستفيد منها زينا زي اي حد عايز يستفاد من اي راي ممكن يسمعه من اي حد. الحمد لله على التكريم الجميل جدا احنا هناخده منكم النهارده من الاكاديميه، وبشكر طبعا كل الناس اللي موجوده النهارده، وكمان كل القائمين على الحمد لله على البرنامج اللي هو الحمد لله بيسعوا ان هو بيخلوا البرنامج الفتره دي في احسن حال وفي احسن شكل وفي احسن صوره، وبنحاول نقرب للناس والمضمون بتاعنا يوصل لهم. فبجد شكرا جدا ليكم النهارده، وبجد يعني احنا بجد نتشرف ان احنا ناخد منكم الجوائز بتاعتكم. شكرا جدا. بنرحب بالساده الضيوف بقناه روتانا العربيه، وبنرحب بالاستاذه الدكتوره فوزيه الصدر عميد معهد اللغات، والاستاذ الدكتور محمد عبد السلام وكيل المعهد، وبنرحب بالطلاب جميعا، وبنتمنى ان اليوم دوت يكون يوم حافل ويكون يوم عظيم، وإن شاء الله نلقي ترحاب من القناة، وبإذن الله بنتمنى أن أبنائنا الطلاب يستفيدوا من اليوم دوت ويستفيدوا من المشاركة، ومع تمنياتي لهم بالتوفيق وبالنجاح، وأهلا وسهلا بقناة روتانا العربية ومرحبا بكم.